مساء الخير. أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس. لأول مرة تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف، محمد إدريس. تاريخ ميلاده 22 نوفمبر 1895. تاريخ وفاته 1 إبريل 1969. هو ممثل ومونولوجيست مصري. بدأت حياته الفنية بالغناء في الصالات زي صالة إنصاف رشدي وصالة بيبة عز الدين. أنشأ فرقته الخاصة، وأول ما قفلها التحق بفرقة فوزي منيب المسرحية. وفي منتصف الثلاثينات اشترك بالتمثيل في العديد من الأفلام، ومن أهمها أبيض وأسود، بحبح في بغداد، حكاية العمر كله، أحلاهم، من حواء، نهاية قصة، الزوجة التانية، شياطين الليل، الحرام، حب للجميع، حكاية العمر كله، هي والرجال. كمان اتجوز مرة واحدة وهي الفنانة فردوس محمد، وحكاية جوازها كانت غريبة قوي. القانون المصري بيمنع أي ممثلة تسافر من مصر إلا لما تكون متجوزة. في الوقت ده هي كانت بتمثل مع فرقة فوزي نجيب، وكانت مطلوب منها ان هي تسافر لفلسطين، فطلبت منه ان هو يتجوزها بشكل سوري، يعني على الورق بس. واول ما سافرت ورجعت تاني، سبحان الله، اتحول الجواز السوري ده لجواز عن حب، واستمر لمدة 15 سنة. الله يرحمهم هما الاتنين، اشهر دادة في مصر واشهر بياع لبن في مصر. بقول بياع لبن هنا مش قصدي الإهانة، ولكن من أشهر الحاجات اللي عملها كانت سفرجي، بياع لبن، وحاجات كتيرة جدا، وكمان دوره في فيلم الأيادي الناعمة. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. والله يرحمه لأني ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. وما تنساش عزيزي المشاهد العزيز أن تشترك في القناة، صدقني مش هتخسر حاجة. كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. وبمناسبة ان قصة الحياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، استنانا المرات الجاية، يا ترى هنتكلم عن قصة حياة مين؟ الله أعلم. سلام عليكم.